وسكنت. الشاهد أني وصلته ونزلوا. يقول وهم ينزلون لمحت الحريمة اللي معها المرأة الكبيرة بس لمحة. يقول أثر هذا بيت خالي بجنب بيته، وبالصدفة يعني طلع خالي وهم ينزلون. يا هلا عبد الرحمن، يلا حي، وش جابك هنا، وش عندك؟ يقول قال الرجال تعرفه؟ قال إيه الله فلان فلاني. تسلم. يقول نزلتهم ورحت البيت. يقول أبوي كل ما أجي أخذ معه قهوة يعيد هذا الموضوع، ما في أحد يتجرأ علي في مسألة إعادة الزواج إلا الوالد. يقول وأنا أقول يا أبي لعل الله يكتبه بس ما لي رغبة الحين، مقفل الباب. يقول يوم دريت يوم جت خالتي السولف أنا وياه، قالت يا وليدي إلى متى أنت ما أنت متزوج ولا؟ يقول وأنا والله أصنف شوي أهوجس شوي. قلت والله ما كان بودي ولا عندي طاري ولا هوجس بالعرس، لكن أنا عندي بخاطري شيء إن تم فهو والله هو اللي ببالي الحين. يا سلام. ناس أنا وديتهم من المجمعة ونزلتهم إن حصلت فأنا والله أبيه. قالت فلان جيرانهم. يقول قلت شوفي عنه. يقول خالتي راحت لمهم وعندهم هالبنت هذه واقفة عن الزواج، ما هي بنت زوجه، يعني رافضة عن الزواج عفوا، هي مثله سبحان الله، لكنها ما سبق أنها تزوجت. طبعا هو رفيق خاص لي، يعني الشيء السند متصل. يقول تدخل عليه أخذوا لهم فنجان الحريم وتمسك يده خالته وتسحبه تبعد عنه وتسولف عليه. قالت يا بنيتي أنت يعني لا متى الناس يطقون الباب، ترى لا طالت سنين ترى تقل طقة الباب صح، وأنت على ما قال ما بتنقص ولا والحمد لله. يقول قالت والله يا فلانة أنا والله ما هوجست، لكن إن الله أكرما ورزقا برجال فزوع كريم أخجلنا بكرمه مثل اللي جابنا يوم احنا متعطين بالمجمع، فأنا أقول يا الله يا كريم ترزقا مثله. سبحان الله. يقول قالت أجل ترى اللي وداكم هو اللي خاطبك. سبحان الله العظيم. ويجي ما شاء الله وياخذه، والحين أم عياله ولا عنده خلاف وذرية طيبة والنية سبحان الله العظيم مطية، ووفقه الله ما شاء الله تبارك الله بهالعائلة الطيبة.